ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين لاباس وأحوال جيدة، نتوما وليداتكم، الآباء، الإخوة، العائلة، وأي واحد عزيز عليكم ربي يحفظه ويسهل أموره، وبالنجاح والتوفيق للتلاميذ المقبلين على الامتحانات يا رحمن يا رحيم. وتنشكركم بزاف على الدعم المستمر والاشتراكات، الناس اللي داخلين عندي عاد جداد، ربي يحفظكم ويسهل اموركم. كذلك التعاليق كانت كامله ايجابيه، حفظكم الله ورعاكم دائما. شكرا لكم بزاف، وكنتمنى تزيدوا تشجعوني اكثر فاكثر وتبارطاجوا لي هذا الفيديو هذا، ولكم مني كل الحب والاحترام. خوتي العزاز، فيديو اليوم غادا نتطرق لجوج ديال الجرائم خطيرة جدا انفجرت في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى مسألة التهديد بالانتحار اون بيبليك على العلن، اللي قالتها مدام بوكريشة. نسميها أنا مدام سليكة، لأن الفيزيبلات اللي كاينين في الراس راه ما بقاوش عندها نهائيا. المدام الثانية البوكريشة تعلنها للعموم، يا اما تسكتوا وتخليوني ندير ما بغيت ونقول ما بغيت ونهدد استقرار البلاد ونخلي اي حاجه نقولها انا قولوا عليها نتوما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صدق الله العظيم. ويا اما نقتل راسي وذنوبي على رقبتكم. غنخلي هذا الموضوع ديال مدام سليكه، هذا الموضوع المثير للجدل اللي تتبغي تخلق لنا البوز، غنخليوه على جنب وندوزو الجريمة ديال أكادير اللي بقات فيا بزاف بزاف بزاف. الأم اللي قتلت ليها بنتها قدام عينيها وعندها عام واحد. عودت هذه القصة المجموعة من وكالة الأخبار، قالت بأنها رجعت من الخدمة من بعد ما جابت وليداتها من عند المربية، حيت هي تتشتغل. سبحان الله، راه بزاف العيالات كي كتعاونوا الازواج ديالهم على الزمان. راه سبحان، ماشي كل شيء ربي يعطاه ملعقة من ذهب، راه كاين اللي تيحفر الحجر باش تيجيب لقمة العيش، وهاد المرأة وحدة منهم. هبط ولد الجيران قال ليها بغيت البنيه، ماما بغات تبوسها، عطاتها ليهم. يمكن دائما مولف تيديروا كيكا، البنيته عندها عام، تتعرفوا الدراري الصغار شكون اللي ما تيبغيهمش، كلشي تيبغيهم. عطاتو البنيه الصغيره ومشى. شويه الام مشات عنده تدق الباب، ما بغاوش يحلوا ليها، تتعيط: فلانه اعطيني البنت. شنو دارت؟ زوطات ليها البنت من الفوق للتحت، ماتت قدام عينيها. غير ما بقى العقل عند هذيك الام مسكينه. تصوروا شي واحد يرمي لكم ولادكم من الفوق ويجيبهم طايحين قدام عينيكم، راه تخرج العقل هذا. الحاجه اللي ما تنحملهاش انا، اي واحد شدوه دار شي فعل شنيع بحال هذا الجرم هذا، تيرجعوا بان اللي قام بهذيك العمليه راه مرضين عقليا، حماق بالدارجه ديالنا. يعني اخوتي، هذيك الام واللي عندها ولاد وبنات في الدار كبارين، مالها ما قتلاتهم؟ جات حتى لهاد الصبيه هادي لا حول لها ولا قوه. كون كانت غير تتهضر نقولوا راه دايره معاه شي عيب، كون كانت غير تتمشى نقولوا راه ربما خدات ليها شي حاجه وهربات بها. وبنيتها صغيره مازالت ترضع، مازالت تدير ليكوش، شنو الذنب ديالها؟ والام تتقول بانها مشاركه معها طعام ومازالت تضحك معها وتتهضر معها. يعني شنو عندها في النفسيه ديالها اللي ادت الى قتل تلك الصبيه؟ واش بينها وبين الام ديالها شي حاجه، ولا حسابات قدامين، ولا غيره، ولا شنو؟ الام غتسطى على بنتها، غتحماق عليها، تتقول لها: شنو درت لك فلانه؟ هي سميتها فاطمه. اشنو درت لك فاطمه؟ قالت ليها: هنيتك منها. او على هنيتيني منها؟ واش انا قلت لك لوحيها؟ واش انا قلت لك رميها؟ مالها مسكينه هذيك البنيته؟ الام قالت لك: انا بنتي واش انا قلت ليها باغا نتهنى منها؟ واش انا قلت لها لوحيها؟ تلوح ولدها، تلوح بنتها. علاش تلوح ليا بنتي انا؟ خلاتها تتشوى في كبدتها، باقي قالت لك الجرح عندها في البطن ديالها باقي ما براوش. مصيبه. قالك عيش نهار تسمع اخبار، ولا جينا نفهمو غنتسطاو. ايوا خوتي، باز باز الجرائم غاديين وتيكترو، غاديين وتنتشروا، خصوصا تيكونوا الجرائم ديال النساء خطيرين جدا جدا. اجي نعاود لكم الحكايه ديال جريمه مارتيل. حكايه قديمه، الروح عزيزه عند الله. اي واحد داير جريمه ما ينتظرش بانها تكون جريمه كامله، ضروري ما يترك واحد الاثر ولا
شي حد يكون شافو والضمير ديالو فاق عليه، كما وقع في هاد الحكايه هادي ديال مارتيل اللي الزوجه صفاتها لراجلها، وكان اخوها هو السبب في فضح امرها، لان ربما يكون شريك لها ولا شافها ولا الله اعلم، لان البحث باقي مستمر وما يمكنش نسبقوا الاحداث قبل ما يعلنوا عليها. كما تيقولوا القصه والاحداث بدات في مارتيل، واحد الراجل مزوج بواحد السيدة، وكان تيعمل صباغ ومعروف ومشهور تمايا. كانت السمعة ديالو سابقة عند سكان المنطقة اللي هو فيها، حدا واد لاو في حي أحريق على ما أظن. المهم أخوتي أن السيد تمكن باش يبني واحد البيت من طبقين، دار فيه واحد المرآب منفصل عن المنزل وسكن ليه. ما عرفناش الحكاية حتى من بعد وعيعلنوا كيفاش قتلاتو. المهم اخوتي ان هادشي هذا راه مر عليه 12 سنة. السيدة بدم بارد مشات لبرنامج مختفون هي والابنة ديالها، وقالت بان الزوج ديالها اختفى وتتقلب عليه، حيت واحد السيد داز عندها بالسياره وهز الراجل ديالها فيه، ومن تما ما عاودات شافته. واللي فضح الامر هو الاخ ديالها اللي قلت لكم وقع لهم واحد سوء تفاهم على واحد الارض عندهم بنواحي قنيطره، تما اللي خلى الاخ يمشي يفضح الاخت ديالو. ولكن هي ما كانش سهله، قالت لهم حتى هو راه كان مشترك معايا. كذلك هاد القضيه ديالو وقع فيها اختفاء الابن ديالها اللي ما عرفوش فين مشى، اللي قالت هي راه حرق، مشى عن طريق ليبيا ومشى لايطاليا، ولكن الاخبار انقطعت. وكذلك الابنه ديالها ماتت مسمومه وخلات لها جوج ديال الوليدات. هذا يعلن على ان هناك قاتل تسلسلي، لربما تكون الام، ولربما انهم شافوا هذاك الشيء اللي وقع لهم الاب وبغاو يفضحوها وصفاتها لهم. لربما بزاف ديال علامات استفهام هنايا. من غنتوصل ان شاء الله بالاخبار جديده، حيت البحث كما قلت لكم مازال كاين مستمر، نوافيكم ان شاء الله. دابا غندوزو القضيه ديال مدام سليكا اللي خرجت في الفيديو مؤخرا تتقول الا ما سكتوش عليا وخليتوني نقول ما بغيت وندير ما عجبني، تا واحد ما يهضر، تا واحد ما ينتقد التصرفات ديالي، راني غنوضع حد لحياتي وانتوما غتكونوا السبب. المهم اخوتي، راه شفتوا الخرجات ديالها كاملين من الاول حتى لدابا. السيده دخلها الصيد وخرجت بهذا التهديد هذا. بالنسبه للقنوات المنتقدين راهم ماشي غير هذا الملف الاول واحد غياخدوه، راه خداو عده ملفات مهمه للغايه، وكلها كانت على صواب. بين تبان هذه القضيه ديال بوكريشه ورباعته. المهم حنا كمنتقدين ما يمكنش ندوزو شي حاجه خاطئه للعموم، ضروري ما نشوفوا بعين ناقد ونردوا البال لاي حاجه صغيره وكبيره. وهاد السيده اللي بانت لي انا سليكه فعلا، راها سليكه النيت، راه حتى التهديد بالقتل راه هي جريمه بحد ذاتها، هذه راه يعاقب عليها القانون. اللي غتخرج لي العموم تقول لهم انا غندير حد لحياتي، اللي تيدير حد لحياته راه ما تيقولهاش، تيديرها السريه التامه. اما باش تخرجي وتعلني على ان الانتحار راه جائز ونديروه، راه الانتحار اخيتي راه ما تربحي لا دنيا لا اخره، راه كفر. اللي تيقتل النفس راه كفر، واخا تكون ديالك النيت. خدمي الامور ديالك وسمعي الناس اللي تينتقدوك، راه في المصلحه ديالك، وحاولي تجاوزي الاخطاء اللي تديريهم وتتخرجي بهم. قلت لك انا من الاول انا ضد عقوق الوالدين، وقلت لك بعدي على هاد الامور، لانك انتي ما كنتيش نهائيا معاهم بزين المحارم، وتا واحد ما كان معاهم، والامور في يد القضاء. ما ندخلش انا بين الام وبنتها ولا الام وراجلها وبنتها، نخلي راسي بعيده، انا الزوجه الثانيه. لما لا نعيش حياتي؟ عطاني الله واحد البنيته نقوم بالتربيه ديالها تربيه صالحه. كما قلتي انتي بانك عندك عده دبلومات، منهم الدبلوم ديال الطبخ وديال ما نعرف شنو، وانك قاريه مثقفه، يعني تقدر تعطينا محاضرات مهمه. حنا ما شفنا والو من هذا الشيء، اللي شفنا هو
غير البغي والكلام فاحش، كلام لا اخلاقي هو اللي تتفوهي به. اعضاء التناسليه بدات تنتشر عندنا هنايا في اليوتيوب المغربي، الحوايج اللي ما يمكنش نقولوهم حدا الاسره ديالنا ولا نتفوهوا بهم، لقينا كنتي تتقوليهم وفي الاخر كملتيها وجملتيها من قلتي انا غنوصل الامور الى دخلت الحبس غندير انقلاب. راه هذا هو المعنى ديال الهضره ديالك. ربما هاد الكلام اللي خرجتي في الاخر انك تتهددي بالانتحار، من مشيتي سولتي وقالوا لك بانك راكي مغرقاها ومكحلاها، نضتي تديري هاد الامور هادي، لان راه هاد الشيء هذا يعاقب عليه القانون. راه الاتجار بالبشر بالخصوص القاصرات والقاصرين تيتعاقب عليها. راه اي حاجه تتفوهي بها فاحشه، راه كاينه ديك فاتحه راه دخلوها للحبيبيس على ود انها ورات الطواليت، ورات كاكا في الطواليت. عيب وحشومه امورك بحال هادي نبينوها، لان المرايه ديال المغرب راه هي المواطنين ديالو، راه هي نتوما اللي تتعرضوا الروتينيات ديالكم في اليوتيوب. راه عيب وحشومه انكم توريو المزاله ديالكم للعموم، ديروا روتينيات نقيين ولا نوضوا تقعدوا علينا. راه عيب وحشومه، راه شوهتوا بينا. وفي الاخر من نوضوا نهضروا ونوريكم الحقيقه ديالكم ونوريكم المسائل ديالكم على وجهكم كي هكايا، تنوضوا تحاربوا وتقولوا مؤامرات وعصابه و راه نتوما اللي مكونين عصابه، رباعه ديال الشلاهبيه. شوفي يا اختي سليكه، راه الخطط ديالك من الاول فاشلين، والنتيجه راكي شتيها ان الزوج ديالك راه خلف القضبان، وتنتي المصير ديالك حداه. هادشي اللي بان ليا انا، واي واحد تيشوف بالعقل ديالو وتيحكم الامور باتزان راه غيشوف هداك الشيء اللي شتو انا نيت. ايوا خوتي، كي جاكم التحليل ديالي، والله ينجينا ونجيكم من الناس الحاقدين والحاسدين والنساء المجرمات اللي خدامين دابا ما خلاو الرجال ما يديروا. حنا كنا تعرفوا الرجل هو الذي يقتل، دابا النساء رجع عندهم حب الدم والجريمه. والله يحفظنا ويسترنا ويستركم. وما تنساوش ديروا لي لايك، واللي باقي ما اشترك يشترك. جزاكم الله كل خير، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.